ما حصل بعد الزلزال للبنية التحتية في مدارسنا. حقيقة نحن منذ اليوم الأول من الزلزال، هذا الزلزال المدمر اللي سمي بزلزال القرن، الرحمة لكل الشهداء على الجغرافيا السورية وفي تركيا، للشعب التركي أيضا، والشفاء العاجل إن شاء الله تعالى لجرحانا. نحن شكلنا لجان منذ اليوم الأول، خاطبنا لجاننا وهيئاتنا في الإدارات المدنية والذاتية لتشكيل لجان هندسية للكشف على كافة المدارس حسب موقعها. تم هذا الأمر، تم الكشف على المدارس، وكانت في هناك مدارس متضررة على مستوى شمال وشرق سوريا. أنا أتحدث معك، لا أتحدث حسب المناطق. عدد المدارس اللي ضررت من هذا الزلزال حوالي 327 مدرسة. ممكن البعض منها يحتاج إلى ترميم بسيط، ممكن أن يستقبل التلاميذ حسب التقارير الهندسية. أنا هذا الكلام ما أحكي من كهيئة تربية وتعليم، لكن بناء على التقارير الهندسية. لكن في هناك 56 مدرسة على مستوى شمال وشرق سوريا خرجت من الخدمة التعليمية، خرجت من الخدمة التعليمية ولا يمكن أن تستقبل تلاميذ، طبعا خوفا على أرواح تلاميذنا وأبنائنا وطلبتنا. هذا الأمر نحن مع هيئة التربية والتعليم، لذلك لن يبقى حتى بالرغم من هذه المدارس 56 مدرسة اللي خرجت خارج الخدمة التربوية، لن يبقى تلميذ خارج العملية التربوية. علما عدد هؤلاء التلاميذ حوالي 28,850 طالب هذول بلا مدرسة. لذلك تم توجيه لجاننا وهيئاتنا على أن في بعض المدارس فوج وقريبة من المدارس التي خرجت خارج الخدمة التربوية ممكن أن تكون فوجين، وممكن أيضا أن تكون أيضا 3 أفواج. ممكن أن نخفض عدد الحصص الدرسية حتى كل تلاميذنا يكونوا داخل العملية التربوية وما يكونوا فقدوا فاقد تعليمي وعلمي مستقبلا. وكان في هناك أيضا توجيهات وإجراءات حول ما يجب أن يكون لتعويض الفاقد التعليمي خلال فترة الزلزال وتوقيف العملية التربوية. فطلبنا من كافة هيئاتنا ولجاننا تكثيف البرنامج أو التعليم عن بعد لتعويض الفاقد التعليمي. تكثيف البرنامج يعني في عندنا احنا خطة درسية بموجب توزيع المنهاج على العام الدراسي 2022-2023. هذا التوزيع موزع حسب الحياة الطبيعية للعملية التربوية. لكن أنت تعرف نحن تعرضنا كثيرا في العملية التربوية وتضررت العملية التربوية مو فقط من الزلزال، لكن أيضا تعرضت العملية التربوية هذا العام خاصة. تم تعطيل المدارس لفترة ليست ببسيطة بسبب القريب الحاد اللي مر على المنطقة.
وكان من نتيجة هذا القريب وحرصا منا على أبنائنا وطلابنا وتلاميذنا أن نوقف العملية التربوية لفترة السماح وفترة السماح من قبل هيئة الصحة أنه هذا القريب حقيقة بدأ يتلاشى. بعدها افتتحنا مدارسنا، وإن شاء الله وتعالى لن تكون في هناك أزمة هذا العام، ونحقق الخطة الدرسية، ونحقق أيضا توزيع المنهاج للعام الدراسي، ونعوض الفاقد التعليمي.